حذري فزري خدي وهاتي، هتعرفي ايه هي مقاساتي، وعشان تعرفي حل الفزوره حضري معايا قلم ومزوره. لو عندك كنبه 145 سنتي موجوده وبدراع واحد وهتعمليها كب، يعني ايه كب؟ يعني بدون كرانيش، هتحتاجي كام متر جاكار؟ 3.25 ولا 4.75 ولا 5.5؟ وبعد ما تخلصي الفيديو هتكتبي الحل في التعليقات وهتبعتيهولي على الواتس، ورقم الواتس موجود في الفيديو. وكمان عايزاكي بعد ما تخلصي الفزوره كملي معايا الفيديو عشان في شرح جديد مختلف السنه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده فين؟ احنا النهارده في شبرا عند عميله جميله. ده الطقم بتاعها زي ما انتوا شايفين، هنشرحه بكل تفاصيله وتكاته في اخر الفيديو. انا حبيت بس اوريكم قبل ما نفرش الطقم وتشوفوه، وبعد ما نفرش الطقم تشوفوه. استنونا. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. طبعا طلب مني كتير قوي الانتريه ده، سواء الكنبه اللي بتبقى ايديها ضخمه جدا وعامله زي شقه البطيخ كده، دي طبعا ما بتتعملش باليد اللي احنا معتادين عليها اللي هي حرف التي. تاني حاجه الكرسي برضو ده العالي، الناس بتتخض من شكله عشان ضخم، فبيقولوا لي البنات احنا نعمله ازاي. انا شرحته، هسيب لكم الشرح بتاعه في صندوق الوصف، وبرضو شرحته هنا تاني هتلاقوه في اخر الفيديو انا شرحه. تمام. الحكاية سهلة جدا وبسيطة، اهم حاجة تعرفي اساسيات الشغل، اساسيات المهنة، ازاي اعمل الكفر، ايه الاساسيات بتاعته، ايه الدوران، لو عملته كب هيبقى بأنهي تفصيلة. هسيب لكم رأي الزبونة برضو في الحاجة، واستنوا الشرح مني في نفس الفيديو. ودلوقتي بقى هنشوف رأي العميلة بعد ما الطقم اتفرش. قولي لنا بقى كده ايه رأيك؟ بشكرك يا مدام ولاء، شكرا جزيلا. انا مش بعتبرك خياطة على فكرة، انت فنانة مبدعة، تمسكي الشغل وكأنه بقى لوحة كده، بتضيفي ليها لمساتك بطريقة احترافية عالية جدا. ربنا يبارك انت لك. فعلا تستحق ان هو يطلق عليكي لقب ملكة، ملكة تسلمي شغلك. تسلمي. اتمنى ليكي طبعا بالنسبة للمواعيد ممتازة، بالنسبة للشغل فظيع ممتاز جدا، ويعني في منتهى السهولة وبساطة، وخدته في وقت قليل جدا على ما كنت أتوقع. يعني كان المفروض يبقى أكتر من كده بكتير، لكن خلال يومين 3 الشغل جابتهولي، فبصراحة كتر خيرك. وحضرتك برضو ده اول تعامل، ربنا يبارك لك انك انت وثقتي فينا جدا ويعني جدا. دفعتي تستاهلي العربون. بجد. الله الناس يخليك. تتعامل معاكم بكل ثقة، نعم. لأن أنت يعني مبدعة بجد. يعني مش مجرد بتشتغلي وخلاص شغل تقليدي، لا انت بتبدعي. والله انا الشغل ده بعمله بحب وكاني عاملاه في بيتي بالظبط، وكفايه عليا ان انت ثقتي فيا واديتيني العربون من قبل ما تشوفيني حتى، ولا تعرفي الخامه ولا تشوفي اي حاجه، وثقتي في كل حاجه. اكيد. ايه رايك في المقاسات؟ روعه روعه والتفاصيل والتكات، كأنه متفصل، كأنه هو ده الطقم مش والكوشنات دي انا ما بعملش خالص الدلع ده كله لاي حد. ربنا يخليكي. تقدم مستمر، وبنشكر جدا الاستاذه غاده برضه على تعبها معانا. يعني طبعا غاده دي نص التاني. ربنا يخليكم لبعض يا رب ان شاء الله. ونستنى بقى الشرح بتاع اليد وبتاعه التكات دي كلها في قلب الفيديو برضو. متشكرين والف الف مبروك يا مدام ميرفت، وجزاك الله كل خير يا حبيبتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهارده ان شاء الله في شبرا. شبرا دي حاجه غاليه جدا على قلبي، انتوا عارفين ان انا شبراويه. العامله بتاعتنا عندها طقم انتريه 2 كنبه و2 كرسي، بس ديزاين مختلف، فحبيت ان انا اخد المقاسات واعرفكم طريقه تركيب اليد، لان اليد دي مختلفه عن الايدي العاديه بتاعت الاسطمبة. تعالوا بينا يلا. انا خلصت الانتريه وهعرفكم ازاي اليد. هنمسك الكنبه الكبيره، هناخد طول الظهر ده، طول الظهر ده كان 170 سم، وهي عايزاه كب، فالدوران بتاعنا كان 240 سم. تمام. اليد بقى، اليد دي ديت اللي انا بسميها شقه البطيخ. تعالوا هنا اهوت كده بينا نشوف اليد دي. بصوا بسم الله ما شاء الله، دي طولها 90 سم، 90 سم الطول. فانا عملتها على 3 قطع، خدت الداخلي لوحده ماشي، الطول في الارتفاع، يعني الطول ده كده اهو، طبعا من ورا هنا 90 لكن من قدام اقصر شويه. فمن قدام كان الطول 70 والارتفاع بتاعنا 23، فانا خدت 4 قطع 70 في 23. ليه؟ علشان الداخلي بتاع الجنب ده والداخلي ده والداخلي بتاع اليد دي والداخلي بتاع اليد دي. تمام كده.
طيب خد كام الانتريه على بعضه؟ خد من 15 ل 16 متر. تمام. خدنا القطعه دي بالظبط اهي، طولها 30 سم، يبقى 90 في 30. يبقى احنا اول قطعه اللي هي الداخلي كانت 70 في 23، والمرايه اللي فوق دي ديت 90 في 30. طيب عملنا ايه تاني؟ عشان الحته دي مهمه جدا، عشان جات لي واحده متابعه في القناه وركبت اليد دي غلط، فجت خدت الكورس مخصوص علشان اليد دي. استاذه عبير ماشي. هتاخدي ايه بقى؟ هتاخدي الدوران من اول هنا، من اول البوزه دي لحد الناحيه التانيه. بالنسبه لي انا كانت 125 سم، 125 سم في ارتفاع 50 سم. تمام. فكده ده شرح الايادي بتاعه الطقم ده. هشيل الكفر وهوريكم شكل الانتريه. خدنا 170 في دوران مترين 40، واليد زي ما شرحتها. طيب اليد دي عملنا ايه؟ الكنبه دي عملنا ايه فيها؟ اخدنا طول الكنبه، طول الظهر بتاع الكنبه كان 115، انا عملته متر وربع علشان الحاجه تبقى مبحبحه، وعلشان العمق ده تخين، والعمق اللي من الناحيه الثانيه يبقى 115. زودت ايه؟ زودت 10 سم، خدت متر وربع. طب ليه؟ علشان كمان الخامه دي تركي، رمش العين ده بيمط مطه حلوه قوي، ماشي؟ فمش عايزاه يمط مطه زياده عن اللزوم ويروح رات عند العميل. برضو شرح اليد هنا، احنا فاضل لنا هنا هنعمل الطقم اوفر ونركب الاستك داير ميدون. ده كده شرح الكنبتين. هنيجي للكرسي ده. الكرسي دوت باجير بدون ودان، باجير طويل ضخم، ماشي؟ الدوران بتاعه كان كام؟ كان 3 متر الا ربع، 3 متر الا ايه؟ الا ربع. طيب خدت ايه تاني ليه؟ خدت هنا طول اليد. طول اليد بتاعتنا كانت 60 سم، 60 سم طول اليد. والدوران بتاع اليد ادي الدوران 70 سم. يبقى انا خدت ال 60 سم قسمتهم، عملت اليد دي واليد دي، يبقى 3 متر الا ربع زائد 70. ده كده مقاس ايه؟ الكرسي. تمام. اهو زي ما احنا شايفين مفيش اي توصيلات في الجسم كله، يعني الجسم كله من اوله لاخره مفيش فيه اي توصيله. وده هدفي في الباجير في الجاكون، اني ما نوصلش كتير زي الجاهز علشان خاطر ما ينسلش مننا. الطقم ده اتعمل ازاي؟ الظهر بتاعنا كان 95 سم، خدت من ال 95 سم فرط شمال وفرط يمين، ونزلنا ايه؟ 50 سم. يبقى قفلنا ال 50 سم، اتبقى لنا 40 تحت اللي هم بتوع ايه؟ بتوع اليد من تحت والصدر. اوكي كده خدنا الظهر من ورا كان 95، الدوران كله كان 3 الا ربع. اليمين والشمال القفله دي اللي احنا اللي كنا شارحينها في الباجيره بودان، اللي هي 30 في 50 الودن، لا ده من غير ودان. فرحت انا قافله ال 50 سم وبعد كده ركبت الايدي. طب نشوف شكل الطقم وهو من غير الكفر. اهو دي اليد بتاعت شقه البطيخ، شايفين؟ ده كده من غير الكفر. طقم مودرن وسيمبل ومفيهوش اي حاجه وسهل جدا جدا جدا، وانا فهمتكم المقاسات ازاي. طيب برضو انا جايبه الخامه دي بطانه بعمل منها باترونات علشان البنات المبتدئه اللي هي اقابلها الطقم زي كده ومتعرفش تعمله ازاي. الباترون ده لو عايزاه اوفرهولك في محافظات او في اي حته، اعمل الباترون او اخلي الاستاذه غاده تعمل لنا الباترون، واللي عايزه الباترون تتصل بالتليفون. حلوه دي. اللي عايزه الباترون تتصل بالتليفون. اهو يا بنات، عايزين بقى دعوه حلوه ماشي للعميله اللي في شبرا، نديلها كده دعوه حلوه ودعوه حلوه لينا بصلاح الحال. احنا خلصنا خلاص، وزي ما وعدتكم كل العملاء اللي في القاهره والجيزه هناخد المكنه بتاعتنا ونروح ننفذ الطقم عندهم. ادي الكرسي اهو، متتخضيش من شكله، مقاساته سهله جدا وطريقه شرحه سهله جدا. اللهم بارك. ده طبعا من غير شلت، ده الشلت بتاعته ثابته منه فيه، فمش هنقدر نعمل للعميله شنطه منفصله، نعمل لها كوشنات والف مبروك عليها.